السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة شهوات صفاء. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا جبت لكم كوزامية، شي حاجة زوينة وغزالة. علاش لا نوجدوها حنا في الدار؟ كتجي بحال ديال الزنقة تماما، وشي حاجة اللي تتصيبيها على يدك، ماشي هي تتاخديها من الزنقة. تتجي زوينة بزاف وكتجي معلكة وغزالة وبدون قليان، بدون زيت، يعني اقتصادية 100%. ندوزو ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادا ناخد واحد البصلة متوسطة، وغادا نقطعها قطع صغيرة، وغادا نوضع فيها واحد الكمية قليلة ديال الزيت، واحد ربع كأس ديال الزيت. وغادا نحط البصلة ديالي حتى تشحر مزيان وطيح باش ما تجيش بينة، حيتاش الكوزامية أغلبية في المقاهي أو هذا راه ما تيديروهاش بالبصلة. هنا خديت واحد الكمية ديال الدجاج، عندي 200 غرام ديال الدجاج. هنا غادية ناخد البطاطا اللي درتها في الماء حتى غلات. هاد البطاطا راه ما غادا نقليها ما والو، راه غنديرها غير في الفرن. هاد الطريقه راه فيت ليا انا مشاركه معكم، راه تتجي غزاله وتتجي تماما بحال مقليه او احسن. صراحه الله تتجي غزاله بزاف ولذيذه، واحد اللذه فيها لا تقاوم. هنا درت واحد شويه الخرقوم معرق، شويه البزار، وشويه ديال السكنجبير غير باش نسموها وخلاص. ما هي راه تتجي غزاله. صافي هنا بعد ما دهنتها غادا نستفها في الطاوه وغندخلها للفرن. هنا بعد ما طاحت ليا البصله غادا نوضع عليها هذاك الصدر ديال الدجاج اولا داند ديال البيبي اللي بغيتو ضيفوه ماشي مشكل. هنا درتها حتى طاح تاني داك الدجاج شي شويه وتحيد منه الماء ديالو. هنا غادا نضيف واحد شويه غير للتنسيم، ما هي راه ما تدارش فيها العطريه بزاف. المهم درت انا شويه البزار، شويه السكينجبير، شويه الخرقوم معرق، وواحد الطريقه ديال الملح كتبقى على حساب الذوق. صافي هنا غادا نبقى نحرك فيهم حتى ينسجموا مع بعضياتهم. دابا صافي بعد ما طاحوا وطابوا على هذا الشكل هذا حتى كتبقى البصيله ديالنا دايبه ما كتبقاش. صافي غادا نحطها على جنب وندوزو نديرو البيشاميل ديالنا. هنا خديت باش واحد الملعقه كبيره مملوءه جيدا، او ضيفوا ملعقه ونصف. صافي غادا نوضعها فوق النار حتى تذوب مزيان، وغادا نضيف عليها واحد ملعقه ونصف ديال الدقيق. غادا نحركهم مزيان على هذا الشكل هذا حتى تنشف. كما كتشوفوا معايا راه ضفت الملعقه الاولى وزدت هذه بحال تقريبا 2 ملعقات يكونوا ممسوحين ماشي مملوئين بزاف. صافي. وعندي بالنسبه للحليب عندي 4 كؤوس ديال الحليب، اي عندي نصف لتر وكاس، يعني في المجموع كامل 4 الكؤوس. هنا غدا نبدا نضيف غير بشويه حتى ينسجموا مع بعضياتهم وما يبقاش عندي محبب حتى يتطلق. صافي على هذا الشكل هذا دابا يمكن لي انني نضيف الحليب ديالي دفعه بدفعه تنكملو، اولا نديرو غير على قسمين، هذا هو اللي كاين. صافي هنا غادا نضيف النصف ونحركو مزيان. صافي هنا ضفت الكميه كلها ديال الحليب، وهنا غادا ندير واحد الرقيقه ديال الملح، وضفت شويه الكوزه حكيتها، وغادا نبقى نحرك حتى يختار وينسجم مع بعضياته. اي واحد تيعرف يصايبها، يعني الطريقه راها سهله. انا صافي بعد ما غلات وبدات كتعقد، انا ما حاجتي بها شويه يكون مطلوق، ما يكونش عندي عقد بزاف. انا ضفت واحد الملعقه مملوءه جيدا من الفرماج احمر، او ضيفوا المربعات، يعني اي حاجه عندكم ممكن ديروها. صافي هنا غادا نطفي عليها وغنحطها هنا بعد ما وجدت كل شيء وتقلات ليا البطاطا ديالي اللي دخلتها للفرن. شوفوا كيفاش كتجي، راه تجي غزاله. هنا راه بقى سخونه زوينه كتجي لذيذه، واحد اللذه فيها غزاله. صافي هنا غادي ندوزو للتحضيرات باش نوجدو. هنا انا درت الكميه ديال 3 الاشخاص. نتوما الا بغيتو تنقصوا
نقصه ماشي مشكل. صافي هنا غادا ندير البيشاميل هو الاول، ومن بعد غادا نبدا نحط في البطاطا. يعني الطريقه سهله وزوينه، وماشي بالضروره اننا حتى ناخذوها من الزنقه، حتى في الدار اي حاجه نقدروا نديروها. صافي هنا غادا نستف البطاطا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للدجاج، انا قبل ما كندير حتى نقسمو على القياس ديال 3 لهذا، باش كل حاجه تاخذ حقها من الاول، حتى نقسمهم باش يجيوني متواتيين، والحشوات يجيو قد قد، كل حاجه كتاخذ حقها. من الاحسن في الحشوات كاملين، لا ديال العماره ديال اي حاجه، تقدروا انكم تعزلوا كل حاجه بحال قلنا حقها وصافي. هذا هو اللي كاين. صافي هنا غادي ناخذ ديال الفرماج ديال ساندويتش، كل وحده غادا نضيف فيها وحده، وغادا نعاود نعمر ثاني بالبطاطا من الفوق حتى نقادهم مزيان، وغادا نغطيهم مازال بالبيشاميل على هذا الشكل هذا حتى يتغطاو مزيان. يعني راه البيشاميل حتى يعطيهم واحد اللذه غزاله وتجي زوينه بزاف، تجينا ديك التعليكه. هنا عندي الموتزاريلا وعندي فرماج حمر، يعني غادا نضيفهم انا بجوج. لكم الاختيار، اللي بغى يضيف شي حاجه يضيفها ماشي مشكل. بغيتو تكتفيو غير بالفرماج حمر، بغيتو ديروا الموتزاريلا بحال بحال، يعني راه بجوج بحال بحال، غير الفرماج حمر حتى يعطي واحد اللذه اكثر، يعني فيه اللذه. اما موتزاريلا بدون مذاق، تتعطي التعليكه ولكن المذاق ما كاينش. هذا هو اللي كاين، علاش لا نديروهم بجوج. صافي هنا بعد ما صايبتهم غادا ندخلهم للفران حتى يطيبوا ويتعلكوا وتحمر لينا داك الفرماج من الفوق، ونخرجوهم ان شاء الله. غنبقاو معايا حتى تشوفوا المرحله الاخيره. صافي هنا بعد ما خرجتهم من الفران كيف ما كتشوفوا راهم جاو زوينين ومعلكين. يعني الوليدات الصغار تيحماقوا على هادشي، حتى الكبار حتى هما ماشي كلشي الناس حتى يحبوها وتيبغيوها. يعني كوزامية راها معروفه غنيه عن التعريف. كنتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا من الداخل كيفاش كتجي، راه تجي زوينه وتجي معلكه. كنتمنىكم انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. يعني طريقه زوينه بدون قلي، بدون صعوبات، يعني بالنسبه لشي حاجه اللي صحيه 100%. هنا كما كنقول لكم راها جات غزاله، وكنتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. اللي بقى معنا حتى لهنا كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.